تعالوا النهارده نجرب مع بعض القالب دوت معمول هاند ميد، طبعا بعيدا عن الالوان اللي عليه خالص لان دي حاجات انا عملتها لما كنت بشتغل بيها قبل كده. تعالوا نجرب القالب الهاند ميد المصري عامل ازاي، وكمان نعمل مع بعض العليقه دي. الفيديو النهارده برعايه جروب الورا مولز، وصورتهم هتظهر لكم على جنب، وكمان اللينك بتاعهم هتلاقوه في الديسكربشن بوكس علشان تقدروا تتواصلوا معاهم. معاكم تسبيح ويلا بينا. طيب دلوقتي ده القالب اللي احنا هنستخدمه، والصراحة الشكل بتاعه حلو جدا، وانا بالاكتر كنت حابة القالب دوت علشان كمان ان شاء الله هيبقى مناسب جدا لشغل رمضان. بعيد بقى عن الالوان الفوشيا اللي جاية فيه ده، كنت بجرب نوع الوان فيه وللاسف قفشت فيه ما خرجتش. المهم ان القالب طبعا كان جايلي حلو جدا مفيهوش اي عيب الصراحة. خلاص، هنا الوان المايكا اللي انا ناوية اشتغل بيها مع بعض من الوان كالر ريزن. انا كنت لسه بفكر اعمل ايه. اوكي، فكنت مجمعه جنبي حبه الوان، وكمان معانا الريزن، ومعانا طبعا الميزان الفظيع اللي متعذب معانا ده، وعصيان خشب، كوبايه بلاستيك، التورش، كل الحاجات دي. وايه اللي قدامنا ده؟ طبعا بما اننا في الشتاء فانا جايبه علبه وحاطه فيها ميه دافيه مايله للسخونيه، وحاطه فيها ازازه الريزن بتاعتي قبل الشغل بربع ساعه. وهنبدأ دلوقتي عشان نخلط الكمية بتاعتنا. طبعا الميزان بيبقى مقفول، نحط الكوباية بتاعتنا فاضية، نبدأ نحط كمية الريزن اللي احنا عاوزينها، وبعد كده بنقفل الميزان ونرجع نفتحه تاني عشان نحط كمية المصلب اللي احنا عاوزينها. طبعا في ناس هتقولي في الكومنتات انت ما قلتيش على النسب يا جماعة بتختلف من نوع لنوع. خلاص، انتوا لما هتبداوا تشتغلوا في الموضوع دوت وتشتروا نوع ريزن هتلاقوا مكتوب عليه النسبه بين الريزن وبين المصلب، فكل نوع عنده النسبه بتاعته، وكل نوع كمان عنده المصلب الخاص بيه. وافضل طريقه توزنوا بيها هي الميزان الحساس، مش الحقنه مش الكوبايه. الحاجات دي كلها بتفرق يا جماعه جدا في النسب، خلاص، في الوزن. طيب انا بعد ما بحط الكميه بتاعتي هرجع احط كميه المصلب. طبعا هتلاحظوا ان المصلب بتاعي مصفر، فده لان انا النوع بتاعي تقيل، وهو كل ما كان النوع بتاع الريزن تقيل بحس ان بيبقى المصلب بتاعه صراحه مصفر. ده ليه استخداماته وده ليه استخداماته، واتكلمت عنها كتير جدا في الفيديوهات اللي فاتت. خلاص، طيب انا هنا حطيت الخليط بتاعي، فبروح حطاه في الميه الدافيه زي ما انتوا شايفين، وبقلب فيها. ليه؟ لان انا نوع بتاعي تقيل، ففي الشتاء بقى بيتقل كمان اكتر، فحتى التقليب بيبقى فيه مجهود كده شويه. انما لما ببقى حاطه الكوبايه في الميه الدافيه وانا بقلب، صراحه بيقلب بسرعه جدا وبتبقى النتيجه حلوه قوي. طبعا شفت الكوبايات دي زغنططه اللي انا بخلط فيها الوان وكده. الالوان اللي فيها دي ناشفه جدا جدا، ما تاثرش خالص معايا في الريزن، وانا هخلط فيها الوان. وطبعا في برضو كوبايه سيليكون تانية هي وكوبايه هي، انا حبيت بس اوريكم عشان ما تفتكروش ايه الالوان اللي انا حطاها دي وازاي طلعت يعني. خلاص، خلطت حبة ريزن. انا للأسف زودت الريزن، انا ما خدتش بالي ان انا عملت ايه كمية الريزن الفظيعة اللي انا عملتها دي. بس طبعا انا مش هقف عند الموضوع ده، انا كنت عايزة اجرب اعمل علية عربية من القالب ده. خلاص، بس طبعا كمية الريزن الزيادة اللي جت معايا، بس الحمد لله ان النتيجة طلعت حلوة قوي. فانا سعيده بالزياده، عملت منها ميداليه، وعملت منها كمان قطعتين ممكن ان شاء الله، او 3 قطع زياده كمان معايا ممكن ان شاء الله استخدمهم في رمضان واعمل منهم ميداليات حلوه. خلاص، طيب انا دلوقتي هنا بدات ان انا عايزه اخلط درجات ازرقات، وهدخل فيها سنه ريكواست بسيطه قوي. وبصوا بقى انا عملت كمان فيها سنة اسود، والصراحة حسيت ان الاسود ده شكله حلو جدا. انا معرفش في الاخر انتوا رأيكم هتعجبكم ولا لا، بس انا عن نفسي عجبتني. خلاص، بدأت ان انا اخلط الالوان بتاعتي. طبعا نحاول ان احنا نتخلص من اي بابلز بعد ما بتطلع من المية الدافية. الخليط بتاعنا بعد ما بناخده من المية الدافية حلو. طبعا لو النوع بتاعكم تقيل اوعوا تسيبوه كتير. مؤخرا يا جماعة بيجيلي شكاوي ان الناس بيطلع بابلز كتير جدا في الريزن، في الالوان بتاعت المايكا، وان الالوان ما تدخلش ببعض. ليه؟ الناس ابتدت يعني بيفهموا الموضوع غلط، ان هما لما يسيبوا الريزن بتاعهم يهدى شويه او يتقل شويه بيتقلوه جدا، فلما تيجوا تحطوه ما بيدخلش في بعض خالص نهائي، وبيعمل بابلز فظيعه، وكمان اكيد بيسخن. فلا، احنا مهم جدا يا جماعه ان احنا نخلي الريزن بتاعنا شبه العسل الابيض.
خلاص. ده في حالة ان احنا مش عايزين الالوان تدخل في بعض جدا او تبقى حركة بسيطة، انما لما يتقل عن كده مش هيدي معانا النتيجة اللي احنا عاوزينها. خلاص. ونتخلص من البابلز، طبعا مع العلم ان البابلز مش بتظهر في الملون اساسا، فعادة لو انتوا عندكم نوع ريزن تقيل او مصفر او في بابلز هيبقى حلو جدا في الالوان، لان المشكلة دي مش هتظهر معانا. المشكلة دي بتبان اكتر في الشفاف. شايفين تاتش الاسود؟ انا صراحة انبسطت قوي من تاتش الاسود، ادى القطعة فخامة كده جميلة، ويعني خلاها ايه قيمة شوية، يعني انا حسيتها تقلت كده. المهم، يا رب تكون عاجباكم يعني. خلاص. المهم ان انا بدأت احط الالوان زي ما انتوا شايفين، وطبعا بمشي بالتوش، ولقيت ان انا معايا لسه ريزن كتير. بدأت هعمل القطعتين التانيين، وكمان هعمل الميدالية زي ما انتوا شايفين. صحيح انا كمان طلعت قالب الحروف عشان اعمل حرف الاي. ليه القالب عامل كده؟ بصوا القالب ده عندي بقاله مثلا ايه 3 سنين او سنتين مثلا. عارفين كان في قالب طالع في الاول كده غويط قوي، هو ده اللي انا كنت جايباه. وطبعا الافضل اللي مش غويط، بس انا اوريدي عندي دوت، وانا مقصقصاه حروف بحيث ان انا عايزه اشتغل في حرف معين اخد الحرف ده، انما ما امشيش بالقالب كله. تمام. انا بعد ما خلصت وعملت اتاكدت من البابلز مشيت، سبتها تنشف زي ما انتوا شايفين، وبعد كده حطيت عليها الفينيل. انا هحط معاكم الفينيل ده. انا حطيت الكلمه دي، هي الجمله المفروض انت في حفظ الله وفي قلبي انا عملتها انت في حفظ الله وفي قلوبنا. الشاطر بقى اللي متابع القناه وعارف فيديوهاتي وعارفني وكده وعارف كل الحاجات اللي انا بعملها، هيبقى عارف الميداليه دي او العليقه دي لمين على طول، يعني بكتبوا لي في الكومنتات لو انتوا عرفتوا. خلاص. زي ما انتوا شايفين كده هوزع فيها، هحاول اوزع فيها قلوب. انا مسرعه لكم الفيديو والله على قد ما اقدر علشان الناس اللي بتقول انه طويل، بس انا كمان مهتمه صراحه ان اي حد مبتدئ يبقى عنده كل حاجه موجوده، ما بقاش انا بتعدى التفاصيل بتاعته، لان هو ده هدفي الاساسي، هو المبتدئ. اوكي. انا هنا بصوا طلعت الحرف وطلع شكله جميل قوي ازاي. هبدا احط عليه، عايزه احط عليه قلب، وقعدت افكر صراحه اكتب عليه اسمه ولا لا، وبعدين قلت لا خليها هو كفايه قوي قلب. وهخليه بقى علشان انا كنت بفكر احط قلب تاني، وبعدين حسيت ان هو لا خليه قلب واحد افضل. وبعد كده هحط عليه الطبقة النهائية اللي هتحمي الفينيل، وكمان هتدينا طبقة التلميع الحلوة ان شاء الله. خلاص. بصوا دي الميدالية اللي انا عملتها، صراحة القطعة طالعة لونها تحفة بجد. طلع بواقي الالوان حطيتها، التداخل بتاعهم ادى شكل علقه او ميداليه حلوه قوي، اللي هي المدوره كمان. بصوا بدات ان انا حطيت حبه ريزن. طبعا لما تيجوا تعملوا حاجه زي دي زي اللي انا حطاها على الحرف مفيش قالب، فلازم يكون الريزن بتاعكم تقيل زي العسل الابيض كده، ونحط على قد ما القالب عايز، على قد ما القطع عايزه، وما نزودش، نوزع بالخشبة، ولما نلاقي ان احنا محتاجين نزود نبقى نزود عشان ما يقعش الرزم من الجنب. ايه اللي انا كنت بعمله دلوقتي؟ انا للاسف القطعة اللي في النص دي كنت انا مالية القالب، فاللي انا كنت بحطه كان بيبقى اوفر، انا عايزه مسحه بس عشان ما اخرجش بره القالب، عشان كده كنت بفضيها وعملت عليها التورش. وطبعا يا جماعه على فكره انا كنت حطاها قدام الدفايه عشان احنا في الشتاء، وسبتها تنشف. شايفين النتيجه؟ القوالب دي بجد اللي انا جايباها من جروب الورا مولز ما شاء الله بتطلع بمنتهى السهوله، مهما استخدمت تورش هي ما بتلزقش في القطعه خالص، وكمان طالعه لمعتها جميله. وانا على طول بعتمد ان شغلي الصراحه بتبقى القطعه اللي بصالي مش ظهر القطعه. طبعا لو انتوا عاوزين تعملوا شغل على الظهر عملناها قبل كده في علاقات تانية تقدروا تعملوها. عايزين بقى نركب العلاقه بتاعتنا، هي 3 علاقات صغنططه جميله كده، بس الصراحه لا عجبتني. بس القالب دوت لو تاخدوا بالكم هو هو فيه فتحة من خرم واحد بس فوق، مش خرم فوق وتحت، بس انا خرمتها. جبت الهاندريل، الهاندريل ولا الميني كرافت اسمه ايه، ميني كرافت، الميني كرافت مش الهاندريل. ماشي. وخرمته خرم في الايه، وركبت المسمار لزقته. تقدروا تلزقوه يا جماعه باي لزق قوي، او مثلا نقطه ريزن كده هيمسك معاكم حلو قوي. وحفرت القطعتين التانية عملت فيهم خرمين برضو. خلاص. وجبت الزرد وجبت السلسله الفضه الفضي، وركبت الحاجات دي كلها. بس في بقى ملحوظه انا لاحظتها في العليقه اللي انا كنت عاملاها ليا، اللي هي ابيض في وشي دي، لو فاكرين فيها الفراشات.
ان لما بنحط سلسله يا جماعه بيبقى صعب قوي ان احنا نقصرها ونطولها والحركات دي. فانا نصيحه مني، انا ما عملتهاش هنا بس انا هغيرها واعملها. حطوا قفل، حطوا قفل في عند القطعة، علشان اللي عايز يقصر السلسلة من الكاستمرز او العملاء بتوعكم تبقى سهلة ان هم يقصروها، لان انا كنت متضايقة جدا انا عايزة اقصرها وما عرفتش، ما فقلت تنسوش لا انا لازم اجيب تشجعوني لي قفل باللايك واحط. والكومنت، فانا من هنا واستنوني ورايح اي في فيديو اوردرات جديد ان هتطلع شاء من الله. عندي لازم سلام احط عليكم. فيها قفل علشان الناس تقدر تقصر السلسلة براحتها.